السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء في كل مكان، هنيئا هنيئا ثم هنيئا، مبروك ومبروك وألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي. إخواني أخواتي الأعزاء، ومع صافرة النهاية انفجرت فرحة عارمة في مختلف شوارع المدن المغربية، وهنا بالقنيطرة حيث خرجت الجماهير عن بكرة أبيها للاحتفال بهذا الانتصار المستحق في مشاهد عفوية صادقة تعبر عن الفخر والاعتزاز بالمنتخب الوطني. شوارع امتلأت بالأعلام الوطنية، بأصوات الأبواق، بالهتافات والابتسامات. فرحة جمعت الصغير قبل الكبير، الرجال والنساء في لوحة وطنية إخواني أخواتي رائعة تعكس عمق العلاقة بين الشعب المغربي ومنتخبه. هذه الاحتفالات إخواني الأعزاء ليست مجرد فرح بفوز في مباراة، بل تعبير صادق عن الانتماء وعن الثقة في أسود الأطلس، وعن أمل كبير في مواصلة الحلم وتحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم المغربية. إخواني الأعزاء في كل مكان، الجمهور المغربي اليوم يبعث برسالة واضحة: نحن خلف منتخبنا في السراء والضراء، نسانده بقلب واحد ونؤمن بقدراته حتى آخر لحظة. هكذا يحتفل المغاربة بعفوية، بسلمية، وبروح وطنية عالية في مشاهد ستظل راسخة في الذاكرة، وتؤكد مرة أخرى أن كرة القدم توحد ولا تفرق، وتجمع ولا تشتت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.